قلب البغض اللي يبغض المؤمنين والأحباب. إنسان لا يرفع الله صلاته ولا صيامه ولا فرضه ولا نفله، فأعمال العباد ترفع كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل موحد إلا لمشاحن مقاطع لرحمه. قال له رد لهم صلى ولا اجلس، صلى ولا اجلس. الجيران جيء إلى الحبيب صلوا عليه. جيران ذكرت امرأة عند الحبيب بكثرة صلاتها وتصلي بزاف وتصوم بزاف، قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. إلا لو كانت الصلاة نتاعها بصح الصلاة غادي تأذي الجيران. كانت غادي تأذي الجيران ما تأذيش. وذكرت امرأة من قلة صلاتها وصيامها إلا أنها كانت تحسن إلى جيرانها ولا تؤذيهم وتتصدق بالإقط من الأثوار. قال هي في الجنة، هي في الجنة. تعرفوا الحديث نتاع المفلس؟ راكم قاعد تعرفوا الحديث نتاع المفلس. نكمل لكم هذا الحديث باش تعرفوا. الإنسان اللي يكون علاقته مع الله صالحة يصلح الله معه، ولا كانت علاقته بحال العنكبوت، بحال بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت بحال ديك الخط الرقيق، غير تجي شي حاجة تأثر عليه تنقطع، تصيبه مع الناس منافق، يهضر في الناس، ياكل عباد الله، يغش عباد الله، يخدع عباد الله، يغر عباد الله. إلا مشى للسوق ابن عمي يدور غير كيدير ياكل خوته، الكبش ساطوه وباعوهم سيوط، الحليب زادوا فيه الماء، ليسانس بدلوا البيدو تاع 30 داروا فيه غير 15، الحمار عوروا كحلوا له بالفاخر باعوه بعينيه. العجب في السوق، العجب في السوق، العجب. ويقول له عبد الله ينزل الغفله من البيع والشراء، زعما اعطي الله، اعطي الله. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. قال الحبيب صلوا عليه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. المفلس هو اللي يخسر. هم قالوا والو. قال لهم لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بكثير صلاة، صلى وصام وتصدق، ولا كأني شيخ الله يستشف، لكنه ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وغش هذا وخدع هذا واغتاب هذا ونم هذا ومكر بهذا وراوغ هذا. فيأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيأخذ كل صاحب مظلمة من حسناته على قدر مظلمته، فتفنى حسناته ويبقى عند اللسان ولا عند الكريديات. كاع الصلاة اللي صلى والقيام اللي قام شتو زلوا على الناس، حسب له الدين هو غير تكون مزيان مع ربي مع المخلوقات، ويا ودي ويا ودي. فتطرح عليه سيئاتهم فيطرح في النار. شتو العبادة الحقيقية هي اللي تورث واسمه خلق طيب، والعبادة اللي ماشي صحيحة تورث خلق سيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة الصلاة؟ لا. الصيام؟ لا. الحج؟ لا. ما اسمه هو؟ حسن الخلق. ويا ربي وإن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهمتوا درك علاش؟ واسمه هي الفائدة ديال العبادات. ربي غاني عليك، ولكن العبادة تفرض عليك باش تحسن خلقك مع الناس، ترحم الضعيف وتصبر على اللي يؤذيك وتصل من قاطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحلم عمن جهل عليك، تجزي على السيئة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تكون رحمة على الخلق، لأن الله مدح النبي بكونه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن اللي جاي مدحوه ما قالوش أنت تصلي بزاف، لا، مدحوه بواحد الحاجة باش مدحوه وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك
علاقته مع الله. شوف كي يكون مع مزيان مع سيدي ربي الصدر يتوسع ويطمئن. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. القلب اللي معلق بالله يتم حاله قاعد النوب. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله الله، ما ذكر الله إلا ذكر معه الحبيب بحسن خلقه. الله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بسعة صدوركم. بالكلمة الطيبة صدقة، بابتسامة في وجه أخيك. شو الدين تاعنا، شو الدين تاعنا، شو الدين تاعنا. الابتسامة كي تبتسم في الوجه تاع أخوك خير ما تقوم الليل كامل. يا الله، الخلق تواضع مع الخلق، رحمة الضعفاء من الخلق، الصبر على أذى الخلق، الحلم على جهل الخلق، السخاء والكرم مع الخلق الشحيح. أخلاق ترفعك في أعلى عليين. الشاب القليل العبادة السخي أرفع درجة وأحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. مناش فاتوا، مناش فاتوا الأخر فاتوا بالعبادة والأخر باش فاتوا الشباب باش كرم خلق واحد. هذا غير خلق واحد. قال العبادة نتاعو فاتوا الشاب اللي ما عنده عبادة خلق واحد. ايوا احسب مع راسك، ايوا ودير الحساب مع راسك. أفهمتوني على ما تكلمت لكم اليوم؟ المسجد هو مسجد السنة، والمطلوب ممن عمر مسجد السنة أن يتبع سنة الحبيب. وإنما نتبع سنة الحبيب في علاقة النبي مع ربه وفي علاقته مع الخلق. أما في علاقته مع ربه فأعظم موقف تعبدي هو إطالة السجود. ومن حقق السجود الحق لله صار لا يسأل إلا هو ولا يستعين به إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يحبه هكذا. فإن صلحت هذه العلاقة أصلح الله علاقته مع الخلق، فكان من أكثر الناس اتباعا لسنة الحبيب. أرى هذيك الله يرحم والديك، أنا لخصتها لكم في زوج كلمات.